لو مستنيه الزيتون يرخص يبقى تستني كتير. امال هنعمل ايه؟ هنحط الليمون كده على بعضه من غير اي حاجه، كله على بعضه كده في الخلاط. ازاي ده؟ بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض مكدوس الليمون. طريقته حلوه جدا وسهله وتاكل منه في نفس اليوم لو انت حابه. انا عملته كده من غير ما سلقته. طريقته حلوه جدا وطعمه جميل. هتجيبي كده الليمون وتقطعيه بالشكل ده كده. مكوناته سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا ولذيذ. تابع معايا لاخر الفيديو، هتعجبك الطريقه باذن الله. عندك كميه بقى من الليمون اعمليها كده بالشكل ده وخزنيها في برطمانات تاكلي منها على طول. والليمون طبعا زي ما احنا عارفين كده بيغيب في التخليل. الطريقه دي بقى جميله جدا، ما بتاخدش وقت خالص. معنا باقي المكونات: فلفل احمر، ده كان عندي في الفريزر كده وطلعته اهو بالشكل ده. ومعايا شطة حارة او فلفل حامي. لو منتش حابة يكون المخلل بتاعك حراق ما تحطهوش. عندك جزر بقى، كل ده هنضربه في الكبة كده، بنقطعه كده بالشكل ده كده، نسهل علينا التقطيع. مكوناته كلها جميلة وطعمها لذيذ جدا. احنا بنحب المخلل يكون حراق. هناخد كده الليمون وهنضربه في كده في الخلاط او في الكبة ضربتين خفاف كده، ما تكتريش عليه. لو انت حابه تسلقي الليمون اسلقيه. ده بينفع وده بينفع كده. بعد ما ضربت الليمون نص ضربه كده، ضربه خفيفه، هاخد باقي المكونات كده وهضربها برضو في الكبة. هحط كده الملح بتاعنا اهو بالشكل ده، وفصين توم، وهنحط برضو معلقة عصفر، ده بيجي من عند العطار اللي بيتحط في الليمون المعصفر. بعد كده ما ضربتهم في الكبة انزل بهم كده على الليمون بتاعي. عندك حبة البركة بقى حطي، ما بتحبهاش اولادك ما بيحبوهاش ما تحطهاش. هنقلب بقى كل المكونات كده في بعضها. يا سلام على الريحة بقى اللي بتبقى طالعة، ريحته تحفة. نقلب كده كل المكونات مع بعضها كده تمتزج مع بعض. وهاتي برطمان متعقم كويس ويعبيها فيه.
اجمل مخلل الليمون هتاكليه سريع وطعمه لذيذ جدا غير كل المخللات اللي احنا عملناها قبل كده. ونحط كده على الوش من فوق معلقتين زيت اهو بالشكل ده. تقدروا تاكلي منه في نفس اليوم، بيبقى طعمه لذيذ جدا جدا، وتقدر تاكلي منه بعد اسبوع زي ما انت عايزه. حطيه في التلاجة عندك كده. بسم الله ما شاء الله. وصلت لغايه هنا، متنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وتقولنا ايه رايك في طريقه المخلل بتاعنا السريع، واتمنى تجربيه.